السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل مهنيين. اليوم جبت لكم السلطان الميدة اللي هو مقروط الكوشه. وهذا مقروط الكوشه تاع البليديين. جبت لكم الوصفه الاصليه. دوكا راهم يعلموها في الورشات. نبداو الوصفه على بركه الله. هنا قبل ما نبداو الوصفه حبيت نقول لكم سر من اسرار المقروط. لو كان ما يكونش الدقيق تاعو مليح ما راحش تنجحي فيه. صافي 50% ما دقيق و50% وصفه واليدين. نبداو هنا. درت 3 كيلو تاع الدقيق متوسط. اللي يحب لا مارك تاعو يخلي لي في التعليقات نقولوا انا واش استعملت. درت مع هنايا 2 مغارف كبار تاع سكر بودره باش يعطينا احمرار، وكيما تقول لي يما باش ما يجيناش صامت. وزدت معاه قرصه تاع الملح وشويه لافاني. وهنا نورمالمون ما نديروش فارينه. درت انا غير 2 مغارف فارينه في كيلو وشويه تاع دقيق، يعني 2 مغارف صغار ماشي صغار، 2 مغارف تاع العشاء تاع فارينه. زدت معاهم في كيلو وشويه تاع دقيق المويه، يعني دقيق متوسط. زدت معاه هنا كيله تاع السمن. انا درتو بالسمن، جو بريفير السمن. في الاول كنت نديرو بلا مارغرين، هو نورمالمون في الاصل بالزبده. درتو بالسمن باسكو لي مارغرين اللي راهم كاينين لا بليبار تاعهم، يعني معظمهم راهم يجي فيهم الماء. الوغ درت السمن. ميم لا مارك تاع السمن تحبوا نعطيها لكم، يعني على ضمانتي هاد لا مارك تاع السمن وتاع الدقيق اللي استعملتهم في هذه الوصفه وجاتني ناجحه. الوغ درنا كيله تاع السمن دايبه وبارده، وحطيتها في وسط هذاك الدقيق تاعي وفيتها بالزيت. يعني واحد شتوني نورمالمون راكم فهمتوا كي شحال درت حتى يفيض هذاك العبر، يفيض لكم شويه يبدا يسيل باش تحبسوا من هذيك الزيت. هنا لاستيس كيما يقولوا الواعره تاع المقروط هذا باش يجيك ناجح. علاش قلت لكم 50% من الدقيق و50% من يدين ومقادير. تجيبوا هذاك الدقيق تاعكم كيما راني ندير انا، تحكوه 10 دقائق. 10 دقائق وانتم ديروا في هذيك الطريقه. كان الصفر فونسي، شوفوا لا كولور تاعو كيفاش ولات. نخلوه يبات ضروري. احنا المقروط نخلوه يبات دائما. تحبي ما تخليش يبات ما نضمنلكش انا النتيجه. خليه. شوفوا باسكو على بالكم المقروط ساهل وواعر. يعني فيه شويه هكا تفاصيل. هذوك في التفاصيل نتبعوهم ننجحوا فيهم 100%. عاود بيتو هنايا الصباح كي عاود نط درت عاود حكيتو كيما درت المره الاولى 10 دقائق نفس الطريقه. 10 دقائق وانا نحك فيه. قلت لكم لا كولور تاعو تكون فونسي، يعني كيش يقولوا تكون فونسي، يعني اللون تاعها غامق. ومن بعد تبداو تحكوا فيه حتى يولي عفوا اللون تاعها يكون فاتح. ومن بعد جبت انا الكيله تاعي، درت فيها نص تاع الماء وكملت النص الاخر كامل بالمزهه. ونبدا نبل فيه. ناخذ لي هذيك الكيله كملتها كامل. بصح نتوما ما تكملوش ديروا كيما انا ندير غير بشويه. اون سي جامي يكون الدقيق تاعكم يشرب بزاف ولا ما يشربش بزاف، فهمتوا؟ الوغ ديروا هكايا كيما راني ندير انا، دخلوا غير بشويه. فوالا هادو ما لي ديتاي قلت لكم مهمين بزاف. يعني مقروط الكوشه بزاف بنين وما نقدروش نستغناو عليه في العيد. هو البقلاوه تشارك. كيما احنا نقولوا المقروط فرض والتشارك سنه. هذه هي في الحلويات تاعنا التقليديه الجزائريه. ان شاء الله جربوا الوصفه تاعي. قلت لكم هذه الوصفه ناجحه 100%، وراهم يقروها في الورشات. والله غير حتى لو بري تاعها عندي راني جبتها لكم بيان سور باطل. انا هذه الوصفه تاع الوالده تاعي. برك هنايا في شوفوا طموها كملت العبر. وشوفوا واش جاني قسمة حكموا اون بول، يعني كرة تقدروا تشكلوها في يدكم. صافي راهو بيان ما تزيدولوش الماء وما ما تنقصولوش. قلت لكم في الورشات تاع الوصفه تاع الورشات زياده على واش درت انا يديروا البيض مع المزهر ويبلوا به. انا ما ننصحكمش ديروا. شوفوا درتو بلا بيض وجاني ما شاء الله. هي نورمالمون الفارينه انا جو سوي كونتر فارينه، مي الله غالب راهو يجي دقيق ماشي كيما تاع بكري. لازم ديريه باش ما يتفتحلكش في الكوشه. فوالا هنا راني جبت العقده تاعي، يعني لا فارس. درت فيها 3 كيلو تاع اللوز، يكون ملحي متوسط كيما حبيتو. يعني لوز جوز كاوكاو واش حبيتو. الحشو ضروري بصح يعني المكسرات ديروا واش حبيتو. درت 3 كيلات تاع اللوز ودرت كيله ناقصه اصبع تاع السكر وبليتها بالمزهر. لازم ما تعجنوش، يعني العقده تاعك ما تقدريش ديريها كره كوريه ولا عفسه هكذا. لازم تجي كيما الطعام.
فوالا. انا حندير لكم هنا التشكيل تاع المقروط، حنديرو كيما تاع زمان، كيما بكري هكذا. انا نشفع على يما، حنا دير وحده كبيره هكذا، يما دير كونتيتي كبيره، دير خبزه كبيره ودير كيما راني ندير انا، يعني انا بيان سور انا راني ندير كيما هي. تفتحوها، حاولوا ديروها شغل مربع ولا مستطيل كيما حبيتو. وهاد الخطوه ضروريه، قليل اللي يعرفها. لازم تخربشوه هكذا بالفرشيطه، علاش؟ باش تدخل العقده في المقروط تاعكم وما يتنحاش الفوقاني على التحتاني، باسكو كاين بزاف اللي يقولك يتنحى ليه فهمتوا كيفاه. الوغ تحطوه، شوفوا شتو العقده تاعي كيفاش جات، تجي كيما الطعام كي تشمخيه، اكزاكتومون كيما الطعام. فوالا شوفوا كيفاش راني ندير فيها، سهله. هذيك الكميه تاع الدقيق تاعي تاع العجينه تاع المقروط قسمتها على اثنان، عندك يا ميزانك ولا تحبي توزني وزني نورمال. قسمتها على اثنان، نصف درتو من تحت، ومن بعد ندير العقده تاعي ولا لا فارس تاعي كيما راكم تشوفوا، ومن بعد نزيد ندير العجينه تاعي من الفوق. عطيت لكم طريقه تاع بكري، كاين يديروا بالبوده يعني بالحربوش، ويديروا لداخل لافاخس وتقطعيه وتشكليه كيما حبيتي. انا جبت لكم هاد الطريقه سهله بزاف، سورتو المبتدئات، يعني ديريه اول مره على ضمانتي تنجحي فيه. يعني لا تبعتي هادو لي ديتاي يعني مستحيل ما تنجحيش في هاد الوصفه. هي قلت لكم المقروط وصفه سهله او ميم طون واعره، يعني ماشي واعره هي، فيها لي ديتاي، يعني هذوك لي ديتاي لو كانت تلوبي حاجه تروح لك الوصفه. وهنا تاني كاينه حاجه واحده اخرى تاني، كي نشكلوا كي نشكلوا الحبات تاعنا تاع المقروط. انا ما طيبتهمش تمتم، زيدوا خلوهم يريحوا 3 سوايع 4 سوايع، علاش هكذا تضمنوا 100% ما يتفتح لكمش في الكوشه. يعني انا بيتو درت بليتو في الليل هكا في السهره، صباح كي نوض درت العجينه، زدت حكيتو كيما قلت لكم وبليتو، ومن بعد فاصونيتو قطعتو وسيتو، ما طيبتوش حتى العشيه كامل، العشيه كامل باش طيبتو. يعني كان ريح فات الخمس سوايع. انا درتو خليتو، كوني مشغوله ديريه في الصليح، حطيه في السنيوات وخليه عادي ما عندكش مشكل. هكذا باش تضمني 100% ما يتفتح لك، ما يصرالو حتى حاجه. وكيما قلت لكم ما ننصحكمش ديروا البيض فيه، يعني كاين اللي تخاف تقول لك نديرو كذا، يعني جوست فارينات زوج مغارف، يعني باش نضمن النوع تاع الدقيق اللي خدمت به. ولا غير كان عندي نوع واحد اخر كنت رايحه ندير به، حتى جابوا لي هذاك النوع اللي راهو معروف ينجح به المقروط. شوفوا نورمالمون هنايا ما نديرش بالغولو هذاك الحلال، نورمالمون ما نديرش به، مي انا درت به باش تجي الحبه تاعي فينيا تري بيان. هنا ما عنديش انا المول تاع المقروط، عندي واحد بصح ما ساعدنيش، تاع يجي شغل بون هذاك تاع المقروط اللي يجي بومبي، وانا حبيت هذاك تاع بكري ما لقيتش. الوغ جبت المسطره تاعي كيما راكم تشوفوا، انا البقلاوه تاعي نقطع بالمسطره، هذه بالمسطره قطعته كيما راكم تشوفوا في الطريقه راهي واضحه في الصوره. قطعوه هكذايا، علاش قلت لكم كي ديروه حاولوا ديروه شغل مستطيل ولا مربع، فوالا كاري ولا ريكتانغ. نحولوا لي شوت هادو من بعد نعاودو نخدموهم. انا هنا في لا فيديو هذا والله غير حبيت نوريكم كيفاش تخدموا لي شوت، من بعد نسيت، معليش ماشي حاجه واعره. هنا درت لي تخاص غير هكا من الفوق. شوفوا تحبوا تخدموا بالموس خدموا بالموس، مي لا كوبا راح تساعدكم بزاف كي تخدموا بها، تقطعوا بها، ترفدوا بها، ديروا بها كلش. فوالا شوفوا المقروط تاعي اسمه مقروط، يعني هادو هما المقيرطات تاع الصح، المقروط يجي هكا. حنا نسقموه بالكوبات ولا بيدك سقميه تري بيان، ومن بعد نجيب هاد الطابع تاع الحلوه تاع المقله، لا تعرفوا هذيك اللي تجي كيما لاباط تاعها تجي كيما لي كريب وديروهم في المقله، هذا اللي راهم يطبعوا به وتجي لا فورم تاعو تاع ورده. سينو شوفوا شحال جات شابه، وما تخافوش انا كي تجي عاليه باسكو كي طيب راح تزيد تحبط الحبه تاعكم في الكوشه. درت معاكم زوج حبيبات راني نوري لكم هذوك لي بوينت اللي يجوا منا ومنا لازم ندخلوهم، ما تخلوهمش هكذاك خارجين، ماهيش حبه بقلاوه ولا باش تخلوهم خارجين. وتعاودوا تعبزوا بهذيك الطابع، تطبعوه بالطابع وتزيدوا تسقموا وترشقوا بحبيبه لوز. تحبوا ما ديرولوش كامل، كي يطيب ديروا له واش تحبوا من الفوق، يعني تحبوا ديروا له جوز ولا كيما حبيتوا. شوفوا الحبيبات تاوعي جاو يهبلوا، يعني غير بيدي جاوني كامل على حبه. وفوالا شوفوا شحال جاو مشابين. هنا كيلو وشويه دار لي 33 حبه،
فوالا داير لي 33 حبة. بعد ما خليتهم أنا قلت لكم من الصباح العشية دخلتهم للفوق طيبتهم. هو يحب الفوق يكون سخون. سخنته على 200 درجة، ومن بعد كي دخلته درتو الفوق شوية ماشي الفوق في الوسط هكا، ودرتو 180 درجة نخاف يتحرق عليه باش يطيب لي لداخل، ما تخلوش يتعجن لكم لداخل. ومن بعد شعلت له شوية من الفوق قسمة تحمر غير شوية. وهنا كيما راكم تشوفوا غير خرجته من الفوق كان سخون يغلي، درتو في العسل. هذاك العسل ما درتلو والو، تحبوا تخفوه من المازال دبروا راسكم، مي انا جو بريفير ديروه هكذا. العسل تاعو لازم يكون بور، يعني ما ديرولو حتى اضافه. فوالا، و سي با لابان نديروه في الشربات ايتو. المقروط اصلو يتعسل بالعسل. واللي يحب زعما هكا البنه وعنده كلش، كي تكملوا تعسلوا هكذا، كي تحطوه في التقديم يعني كي تكونوا حتقدموه، زيدوا له مغرفه تاع العسل الحر من الفوق. ميم في لافارس كي تبلوه السمن ولا ديروا الزبده الحره حيجي يعني خير من هذا 1000 فوا، يعني ما كاش كيما الوصفه الاصليه. فوالا شوفوا، انا في هذه الوصفه راني بديت لكم كامل الخبره تاع اكثر من 62 سنه تاع الوالده تاعي، وهي تخدم في المقروط هذا، ومعروفه بزاف بالمقروط تاعها في الولايه تاعنا. الوغ ان شاء الله تجربوها وتدخلوا لي رايكم في التعليقات. قلت لكم اللي يحب لا مارك تاع السمن وتاع الدقيق يقول لي في التعليقات نعطي له لا مارك. نخاف هنا نحطها ولا سي انتردي ولا سينو نحطه لكم. فوالا شوفوا، بعد ما عسلت انا راني نعسل وميم طون راني ندير فيه دوك الحبات باش ما يبردوليش، جا يتفتت وحده ويدوب في الفم بنين. يعني قد ما نشكر فيه قليل، ماشي كي درتو انا والله غير نهضر على الوصفه، عطيت لكم فيها كامل الاسرار ما خليت حتى حاجه. فوالا ما تنساوش اللي لحقت لهنايا الفيديو لهنا ما تنساش دير اشتراك باسكو مازالوا نزيد ندير لكم ان شاء الله وصفات تقليديه واحده اخرى. شوفوا شحال جا شباب، جاي بالجاني كامله على حبه، يعني درتو بيدي بلا طابع راكو شتوني، وجاني ما شاء الله هايل يشهي. شوفوا كيفاش العسل تاعو راهو يتقاطر. آه، الله الله الحبه تاعي كنت نرفد فيه غير بالعقل. انا درت لكم بالتصوير البطيء باش تشوفوا كيفاش الحبيبه تاعي كيفاش حنقسمها، كيفاش تجي لداخل، تجي ما شاء الله ماشي معجنه. ولا شوفوا كيفاش تجي، شوفوا كيفاش يتقسم حاله يشهي ما من الداخل. شوفوا طيبه تري بيان، والعقده تاعي ماهيش تبان باسكو درتو لوز بيض شغل معاها طاب. فوالا هاوليك المقروط تاعنا. نظن هذا المقروط الشباب هذا يستاهل يعني جام، الا حبيتو ديروا لي جام. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، نلقاكم ان شاء الله فيه مهنيين وبخير، ويلا مع السلامه، فيديو اخر ان شاء الله.